السلام عليكم، شلونكم متابعينا؟ رجعنا وياكم اليوم راح نسوي الصنف حلو. شنو راح نسوي اليوم؟ راح نسوي شكرلمه بطحين التمن او دقيق الرز. هذا عندنا هنا كوبين طحين التمن. شنو نحتاج؟ نحتاج كوب، هو كوبين تمن، نحتاج كوب الا شويه سكر ويا هيلتين راح انزله بالطاحونه واطحنه. زين عيوني. هسه شنو بعد هنا احتاج؟ هنا احتاج مبروش جوز الهند، النوعية الناعمة، يعني ما يحتاج إذا خشنة تقدرين تطحنيها. أنا خليت عليها. أحتاج زبد سأذوبه وشوية زيت. كوب طبعا نحتاج زبد كوب. يعني راح نقسم الكوب شوية زيت، يعني قسم زيت وقسم راح أخلي زبد. أحتاج فانيلا وأحتاج بيكنج باودر ونحتاج بيضتين. زين عيني. ونحتاج روبة للعجن او زبادي او لبن او حليب او اي شيء تقدرون تعجنون. السكر اللي طحنته ويا الهيل. زين عيني. شنو راح اخلي؟ راح اخلي الفانيلا يعطينا طعم طيب. راح اضيف البيكنج باودر، ملعقة بيكنج باودر، يعني مخلصة طبعا بيكنج باودر. شوفوا عيني. خليت رشة ملح وراح اخلط المكونات بيضتين وراح نخلطهم كله زين ويا الخليط. دائما اخواتي بطحين الرز او دقيق الرز او طحين التمن اللي احنا هنا نستخدمه دائما. اذا تبديل الحلويات لو للمعجنات دائما استخدمه ويا البيض، لين حتى يتماسك وما يتفطر عندك بالفرن بالشوي. هذا البيض راح اخلطه كل زين وانزل الزبده والزيت كوب الا فشي بسيط، لان احنا مريض نستخدم لها مي. راح نستخدم لها ملعقتين روبه، حتى شنو؟ حتى هي او زبادي او حليب هي اللي راح تماسكنا العجين. راح اخلطها كل زين. بعد ما وصلت عندنا الخليط او العجين بهالصوره بالزيت والبيض، شوفوها. شوفوا لما خليت كل المكونات راح هسه ابدي انزل الزبادي. شوفوها. راح اعجنها لما ما تصير عندي عجينه كلش. هاي العجينه طبعا ما ضفت بعد اي شيء، هو بس الملعقتين الروبه اللي ضفتن وياكم، لان عندنا السكر راح كل شيء يذوب. السكر مالتنا مطحون. شوفيها لما هالشكل تحاولين تاخذيها بايدك. طبعا هاي ايدك لازم تتنظف. شوفيها من صارت هيك بعد. هذا هو بعد ما تحتاج اي شيء ولا اي اضافات. هسه شنو راح اسوي؟ راح اخذ هالكميه هالشكل الزينه راح اخليها بغير جهه او غير معون. شنو راح اسوي؟ راح اضيف عليها ملعقه كاكاو واعجنها كل زين. زين حبيباتي. راح اعجنها. هاي راح استخدمها ازين بيها التحديداتي. هاي راح استخدمها بالزينه. وراح اجيب الصينيه مالتي ادهنها مالت الفرن وابدي اشكل وياكم الشكرلمه بعد ما انظف ايدي كل زين حتى ما تلتصق بها العجينه. هسه نبدي نبدي نشكل. بعد انت التشكيل حسب الحجم اللي يعجبك. الشكل بيدك كوريها ونخليها. وشنو راح نسوي؟ راح ناخذ هالشي هالشكل بسيط من العجينة الكاكاو مالتنا اللي سويناها. راح نسوي عليها حبة بهالشكل وراح نضغطها بين هالشكل كلش حلو. يعني وزغري كل ما زغرتي لان هي راح تفرش عندك بالصينية. شوفيها بالشوى راح تفرش. يعني لازم تخلين مسافات. وهاي دعبر للفوق حاولي تزغريها هاي بالزينة وتعطيها طعم كلش طيب. شوفيها. حطيها مجالات منها لان راح تفرش. هسه ان شاء الله اكمل الكمية كلها. هسه كملنا الصينية مالتنا كل الكمية اللي عندنا سويناها. شوفوا حبيباتي. راح ادخلها الفرن على فرن طبعا اول مرة احمي، بعدين اقلل النار عليه بعد الافران كل من حسب حرارتها. وراح ادخلها الفرن ان شاء الله من تطلع اراويكم. هذا الشكل النهائي مالتها بعد ما طلعتها من الفرن. مثل ما قلت لكم انا خليتها بالرف الاسفل حتى ما يضيع وجهها الابيض. خليتها هالشكل حتى تصير
بهذا اللون وهذا الشكل، بس هي كلش مستوية وطيبة ومقرمشة وسهلة وسريعة وبنفس الوقت مغذية وتفيد أهل الحساسية، حساسية الحنطة اللي ما ياكلون معجنات الدقيق. إن شاء الله تكون وصفتنا لهذا اليوم نالت إعجابكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ولا أن ألتقيكم بوصفات ثانية وسهلة وسريعة. تحياتي لكم.